بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. بعد تدخل المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة في مشروع تشجير منطقة تسيفت بأشجار الأفوكادو، وبناء على طلب الدعم والمساندة، وبعد الندوة الصحفية التي نظمت بتاريخ 14 مارس 2023 مع السيد عبد السلام بن يشو رئيس جمعية تسيفت للتنمية والاستثمار، استجابت المديرية الإقليمية للفلاحة بشفشاون في شخص مديرها الإقليمي وأيضا بعض موظفيها، إذ أكدوا أن المشروع سوف يتم تنفيذه وإنجازه وفق لاتفاقية الشراكة ودفتر التحملات، وسوف يتم معالجة كل الأشجار الضعيفة والميتة مع غرسها بأشجار ذات جودة عالية. هذا وقد توصلت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ببيان توضيحي من السيد عبد السلام بن يشو رئيس جمعية تسيفت. هذا نصه: نحن جمعية تسيفت للتنمية والاستثمار الفلاحي، والكائن مقرها في جماعة تسيفت إقليم شفشاون، بصفتنا جمعية حاملة لمشروع تشجير منطقة تسيفت بأشجار الأفوكادو بناء على اتفاقية شراكة. نود أن نشكر المديرية الإقليمية للفلاحة بشفشاون في شخص مديرها الإقليمي وأيضا موظفيها على استجابتهم السريعة فور استلامهم لمراسلتنا، حيث حضر السيد مدير الإقليمي للفلاحة شخصيا معية موظفيه، ووقفوا على كل صغيرة وكبيرة على هذا المشروع التنموي، وأكدوا لنا أن المشروع سوف يتم تنفيذه وإنجازه وفق لاتفاقية الشراكة ودفتر التحملات، وسوف يتم معالجة كل الأشجار الضعيفة أو الميتة مع غرسها وسقيها بالشكل المطلوب، وأن المديرية الإقليمية للفلاحة بشفشاون سوف تعمل جنبا إلى جنب مع جمعيتنا وكافة الأطراف في اتفاقية على إنجاح هذا المشروع تشجير الأفوكادو في منطقة تسيفت. وبهذه المناسبة تعرب جمعيتنا على امتنانها وشكرها الجزيل لكل من المديرية الإقليمية للفلاحة وأيضا كافة الموظفين، وأخص بالذكر السي مصطفى، السي ياسين، الأستاذة مريم، السي محمد والأستاذة حبيبة على الدعم والتفاني والتتبع والمشورة وتحمل جمعيتنا وأعضاء جمعيتنا من أجل تنفيذ هذا المشروع وإنجاحه. وأيضا لا ننسى العمل الدؤوب للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية في شخص مديرها السيد إدريس. فعلا الكل كان يساعد ويساند جمعيتنا ويقدم الاستشارة مع التتبع لإنجاح هذا المشروع، إلا أنه للتوضيح فقد كان التقصير عند اقتناء شجيرات الأفوكادو، حيث نوعية شتلات الأفوكادو التي تم جلبها إلى المشروع كانت جد سيئة، وأيضا عمل تقنيين التابعين للمقاولين فيما يخص الحفر والغرس لم يكن في المستوى، مما تسبب في تلف العديد من الأشجار وسبب في إزعاج وخوف وغضب الفلاحين وأعضاء الجمعية من فشل هذا المشروع، والذي تعتمد عليه ساكنة تسيفت بشكل كبير. وحتى لا تتكرر نفس المشاكل نناشد المقاولين إلى احترام الشراكة ودفتر التحملات وعدم اقتناء شتلات الأفوكادو من نفس المنبت الذي كان سبب في المشاكل الحالية. والحمد لله هناك منابت كثيرة في منطقة الغرب التي تتوفر على شتلات جيدة، ولقد قمنا بزيارة ميدانية لها وتحققنا من جودتها وأيضا على استعدادها للتعاون مع جمعيتنا وتتبعها إلى إنجاح هذا المشروع. وعلى سبيل المثال منبت السلام العييدة، صوفا فارمر، عولا أغري، أفوكادو ديل موندو. كما نناشد المقاولين أن يكونوا مقاولين اجتماعيين ويراعون الحس الاجتماعي ويعملون على تقديم المساعدة إلى المعوزين والمحتاجين في منطقتنا من قفة رمضان والتكفل بلوازم الرياضة لأطفال منطقتنا، وكل ما يمكن أن يخفف على منطقتنا الفقر والمعاناة والتهميش، وخصوصا نحن مقبلين على شهر رمضان ولنعمل سويا من أجل منطقة تسيفت أفضل. وفي الأخير نشكركم من ساعدنا وساندنا
من جمعيات المجتمع المدني وإعلاميين، وأيضا المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة التي تبنت مطالبنا، والكل أبدى استعداده لمساعدة جمعيتنا لغاية إنجاح هذا المشروع. رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير، والسلام عن جمعية تاسيفت للتنمية والاستثمار الفلاحي.